وبتبتدي الحكاية مع بنتنا نوان وهي بتفوق بتلاقي نفسها فجأة جوه الرواية، والمفروض انها اصلا بقالها سنتين جوه الرواية دي، بس هي مش فاكرة حاجة لان النظام مسيطر على عقلها وبيجبرها تتصرف تصرفات مش عاجباها. يعني مثلا هي المفروض متجوزة من البطل الوسيم شين، وده بقى كبير العيلة بس شخصيته ضعيفة شوية. المفروض ان البطلة اللي كانت مكانها اصلا بتحب اخو جوزها شين الصغير، وعشان هي بتحبه وعاوزة تتجوزه بأي طريقة فكانت بتعمل كل اللي يطلع في ايديها. المهم ده بطلتنا لما بتفوق بتلاقي جانج خاطفها وبيعذبها كمان عشان تبعد عنه وتسيبه في حاله، لانها دايما بتحاول تفرق ما بينه وبين خطيبته لينا. وبيسألها انت اللي شيرتي لي الصور دي؟ طبعا هي مش عاجبها الوضع بس النظام بيجبرها تقوله ايوه انا اللي شيرتها لاني بحبك يا بيبي وهتطلق من اخوك واتجوزك. فقال لها بعينك وعلى جثتي مش هيحصل. فالنظام اجبرها تمسك الازازه وتدشها على دماغه. في اللحظة دي بيدخل مين؟ اسم الله عليكم، هو الوسيم شين. مش بقولكم شخصيته ضعيفة لدرجة انه مش بيتكلم خالص مع اخوه، وبيشيل مراته وبياخدها على البيت وبيمشي. الراجل اعصابه في التلاجة حد مكانه كان زمانه طلقها ثانية واحدة. المفروض اصلا ان نهاية الرواية في المشهد ده، يعني المفروض ان هو بعد ما عرف انها بتخونه مع اخوه طلقها وطردها في الشارع، وهي ماشية في نص الطريق عربية خبطتها وتوفت. بس الحمد لله النهاية مش بتتحقق. ليه بقى؟ لان النظام بيعطل، وعشان كده البطلة لما بتصحى الصبح من النوم مش بتبقى فاكرة اي حاجة، وبعد كده بتبدأ تفتكر كل العك اللي هي عكته من سنتين. دي كمان شافت النهاية بتاعتها وقالت الحمد لله ان النظام عطل قبل ما اموت. وبتفضل تعيط وبتقول ده انا متجوزة اكتر شخص طيب ومخلص في الدنيا دي كلها. ازاي البطلة كانت عاوزة تسيب السمكة الفسفورة دي وتتجوز اخوه المغرور ده؟ كمان النظام بيجبرها تلبس لبس مش ستايلها خالص، حاجة كده كأنها فتاة ليل والعياذ بالله، كل ده علشان تلفت نظر جانج. المهم ان هي في الاخر فرحت جدا ومسكت اللبس كله وكانت هتولع فيه، ورجعت تلبس لبسها العادي الانيق الشيك. دي كمان بتصحى من الفجرية وبتقرر تشتغل مع جوزها في الشركة، اللي اول ما بيشوفها وهي بتركب العربية بيبص للبسها وبيبقى مبسوط عشان اتغيرت شوية. والغريب ان هو حتى مش بيتعصب عليها خالص، بالعكس ده في البداية بياخدها وبيروحوا سوا على بيت العيلة، لان الام المتسلطة اتصلت عليه وقالت له تجيب مراتك وتيجي دلوقتي حالا عشان عاوزة اشوف هي ازاي تتجرأ وتضرب ابني. ولما راحوا هناك البطل شين بيكون جايب لأمه هدية عشان يراضيها، بس برضه الست بتتجاهله وسبحان الله بتعامله بطريقة ناشفة كأنه مش ابنها، مع انها هي اللي ربته يكون ضعيف الشخصية. وفي البداية الأم بتتعصب وبتقولها ينفع كده؟ ازاي تضربي ابني؟ فاكرة نفسك مين انتي؟ بس نوان عملت نفسها مش سامعاها وركزت في التفاح والفاكهة اللي جنبها، وسألتها هو انتي بتكلميني انا يا ماما؟ نسيت اقولك دماغي وجعاني والله ما كنتش اقصد، تقريبا امبارح تقلت في الشرب شوية. وزي ما قلنا في البداية انها السنتين اللي فاتوا تقريبا شبه انها كانت في غيبوبة مش عارفة هي كانت بتعمل ايه، ومع الوقت بتفتكر لقطات ومشاهد. وعشان كده في اللحظة دي لما هي شافت لينا بصت لها كده من فوق لتحت وقالت واو نوع مستورد وعود فرنساوي. البنت لقطت قشطة بصراحة تتحب، وبتحب تغيظهم اكتر وبتقول لها لينا حبيبتي بلاش تعيطي ده مجرد جرح صغير وهيبقى كويس ان شاء الله. وعلى طول بتمسك دماغها وبتقول اي حاسه بصداع فظيع، وبتغمز لجوزها اللي بيضحك على شقاوتها. في اللحظه دي بتشوف ميمي. هتسالوني مين دي كمان؟ هقول لكم دي تبقى الاخت الصغيره لشين وجانج، بس ايه عقربه تولع البيت كله حريقه واسمها ما يتذكرش في جمله واحده مفيده. وبعد شويه الام بتقول لها قومي اعتذري من ابني وانحني قدامه. فقالت لها يا سلام من عيوني لو ده هيرضيكي انا مستعده. وبتقرب منه وبتقول له انا اسفه طبعا، وطبعا هو ده اللي انت عاوز تسمعه، بس ده في احلامك يا قرد مسلسل بسلاسل مصديه. وبتسيبهم وبتمشي. وجانج بقى بيستغرب وبيسأل نفسه هي امتى بقت بتتجاهلني بالشكل ده؟ دي طول الوقت كانت بتفضل تعيط بالدموع عشان بس احن عليها وابصلها بصة واحدة. كل ده وابننا الوسيم مستغرب وعمال يفكر في التغيير اللي حصل لمراته بسبب ايه وامتى وازاي. اللي كانت في اللحظة دي راحت الكافيه تشرب واحد قهوة، وبتكون صاحبة الكافيه دي بنوتة اسمها جينا. ودي أول بقى ما بتشوف بنتنا بتلف وشها الجنب التاني، وتقريبا كده بتقول في سرها اصطبحنا واصطبح الملك لله، ده احنا لسه ما اصطبحناش. وعشان كده بتطلب منها تروح تشرب اللي هي عايزاه في اي كافيه تاني. بطلتنا بقى لما شافتها عرفتها وقالت لها انتي كمان من العالم الحقيقي وجيتي معايا هنا الرواية صح؟ فقالت لها ده فعلا، وانا قلت لاهلك بس ما حدش فيهم صدقني.
المهم قعدوا البنتين يتكلموا مع بعض، وبطلتنا فهمتها انها السنتين اللي فاتوا كانت تحت تأثير النظام، وكانت بتتصرف تصرفات خارج عن ارادتها. ومن هنا بقى الاتنين بقوا قريبين من بعض جدا. وبعد ما اتكلموا ودردشوا حبتين، بطلتنا بتاخد بعضها وبتطلع على الشركة. وهناك بتقول لجين: انا عارفة ان اخوك عاوز يوقعك وياخد مكانك هنا، وانا مش هسمح ان ده يحصل، وهساعدك وهقف جنبك. مستعد اننا نتعاون سوا؟ الرد عليها: مستعد طبعا. وبيدخل ابننا يحضر الاجتماع، وهي بتستناه في المكتب بره. وبعد ما بيخلص الاجتماع وبيرجع لها، بيلاقيها جايبة خاتم الجواز، وبتقوله: ايه رأيك نلبسهم ونوقف الاشاعات ومحدش يتكلم علينا؟ بس عموما لو انت مش موافق فانا مش هضغط عليك. فقال لها: مين بس اللي قالك كده؟ موافق طبعا. وبيلبس الخاتم وبيلبسها خاتمها، وبيحضن ايديها بمنتهى الدفى والحب كده، وبيبقى مش عاوز يسيبها وكأنه مصدق، وواضح ان هو بيعشقها لدرجة الجنون. وفي يوم من الايام بتبقى سهرانة هي وجينا في البار، وبالصدفة ابننا الوسيم هو كمان كان سهران مع اصحابه في نفس المكان، بس مش بياخد باله منها غير لما بيلاقي واد كده شبه الخنفسة اسمه وونج، وبيقطع عليها الطريق وبيقول لها: عاملة ايه؟ يا رب تكوني كويسة. فالبنت استغربت وسألته: انت مين بقى ان شاء الله؟ قال لها: انا ايوان. مش عارفاني؟ ده انت كنتي بتخليني اعرف معلومات عن شين جوزك، وكنتي بتاخدي المعلومات دي تديها لحبيب القلب جانج. فهي سكتت شوية وقالت لنفسها: شكلي كده عملتي مصايب كبيرة الفترة اللي فاتت. المهم في الاخر قالت له: انا هعمل معاكي الواجب، وبتطلب كام صندوق ويسكي كاملين. طبعا الواد بيفهم ان هي اللي هتدفع الحساب، بس المفاجأة انها بتدبسه هو في الفاتورة. ومش كده وبس، ده كمان ابننا بيظهر في اللحظة دي وبيحضن مراته قدام الكل، وبيقوله: انت ازاي تشوه سمعة مراتي وتقول عنها كلام مش حقيقي؟ احنا بنحب بعض جدا، وهي ملهاش علاقة باخويا، وعموما انا هدفع الفاتورة بدالك، ولكن بشرط تعتذر منها. طبعا الواد ما صدق واعتذر بسرعة، وخد صحابه وهرب من المكان، لان بصراحة الفاتورة كانت غالية جدا عليه. اما الحلوين فابننا بياخد مراته وبيروحوا سوا على عش الزوجية، بس وهم في الطريق بيتخانقوا، والبطلة بتتعصب عليه عشان اتحمل هو النتيجة بدل اخوه ودفع الفاتورة بتاعته، ودفع الفاتورة بتاعت الواد وونج من شوية. وعشان كده قالت له: ممكن اعرف انت ليه دفعت الفلوس؟ طب لما انت تفلس انا اعمل ايه ساعتها؟ قال لها: ايوه بس انا الاخ الكبير وواجبي ان انا احمي اخويا. قالت له: مفيش حاجة اسمها كده. يعني ايه الكبير؟ يعني ايه الكبير يضحي والصغير يبقى فاشل؟ الكلام أثر فيه واتصل على اخوه، قال له: بكره الصبح تحول 2 مليون على حساب مراتي، وده عقاب ليك عشان بعد كده ما تمشيش في الطريق الوحش ده، او تعرف ناس مش كويسين زي الواد اللي انا قابلته من شويه. المصيبة انها بعد ما بترجع البيت بتكلم جينا وبتبدأ تحكي لها كل اللي حصل. فالبنت ردت عليها: واضح ان انت بقيتي بتحبي جوزك شين. قالت لها: مش حقيقي، هو اي نعم طيب ووسيم وحنين، بس مش لدرجة الحب يعني. مع انها لما بتنام بتحلم بيه حلم كده كل حب ودلع وجو احضان دافئة. وبعد ما فاقت لنفسها ونزلت تحت، لقيته بيقولها: احنا هنروح النهارده نشوف ماما لانها عاوزانا. وفعلا بيروحوا، وهناك بيلاقوا الست الحاجة متعصبة على اخرها عشان بطلتنا اجبرت ابنها يدفع ال2 مليون. فالابن شين الطيب الحنين اعتذر منها وقال لها: خلاص يا ماما انا هرجع الفلوس. لكن مراته بتوقع كلامه وبتقوله: لا مفيش فلوس هترجع، جانجا هو اللي غلط يبقى لازم يتعاقب. وهوب قامت ما بينهم بالخناقه. فالبنت قالت له: ولا يهمك يا قلبي، المهم ان انت تكون مش زعلان، ومسكته. المهم ان ابننا بيروح واخد مراته وبيمشي عشان امه تقريبا كان هينزل عليها جلطه. وفي وسط كل ده كان مبسوط جدا منها عشان شخصيتها قويه وقدرت تدافع عنه وعنها. فبعد ما رجعوا الشركة سألته: ممكن أعرف أنت ليه دايما كل كلمة أمك بتقولها لازم تنفذها وكمان تعتذر منها؟ قال لها: هو الابن الكبير كده لازم يبقى مطيع ويقول حاضر ونعم وينفذ وبس. قالت له: مش حقيقي، لازم تعرف ان انت شخصيتك ضعيفة، وانا هساعدك لحد ما تتغير وتبقى شخص قوي. ويلا طلع ورقة وقلم واكتب ورايا النقط اللي انا هقولك عليها دي، وتمشي عليها واحدة واحدة وتنفذها كلها. واول حاجة فيهم هي انك لازم تتعلم تقول لأ، والحاجة التانية انك تاخد حقك، والحاجة الأهم برضو ما تقبلش إن حد يحملك غلط مش غلطك، ولو اللي قدامك ما تقبلش رأيك سيبه وابعد عنه. ولحد هنا كده خلص الدرس الأول. وبعد يومين بتعرف إن عيد ميلاده خلاص قرب، فبتقرر تجيب له هدية، وبتروح له المكتب وبتاخد منه القلم بتاعه وبتديله الموظفة دي هدية عشان الفترة اللي فاتت زعلتها كتير. والحقيقة ان الموظفة استقبلتها بالاحضان وقالت لها: انتي وحشتيني جدا، بس في عندي مشكلة. خير يا رب؟ ايه هي؟ ربنا ما يجيبش مشاكل ابدا. الهانم السنيورة ميمي هي عارضة الازياء بتاعة التصميمات للشركة بتاعتنا ومش عاوزة تشتغل. فالبطلة دخلت عليها وسألتها: ممكن اعرف حضرتك مش عاوزة تشتغلي ليه؟
لو مش موافقة احنا جاهزين نلغي العقد، بس انت هتدفعي الغرامة، او تقوليلي جدولك الاسبوعي عشان اعرف هتبقي فاضية امتى ونحدد مواعيدنا. فالبنت اتضايقت وسألتها وانت بقى بتسأليني بصفتك ايه؟ قالت لها بصفتي مديرة الشركة. نعم يا اختي، ايوه زي ما بقولك كده، اخوكي خليني هنا المديرة، عندك اعتراض؟ فالعقربة ردت عليها لو عاوزة تعرفي جدولي الأسبوعي تعالي ورايا، أنا حاليا رايحة أعمل شوبينج. فبنتنا ما كانش قدامها حل غير إنها تروح وراها فعلا، وهناك ميمي الشريرة فضلت واخداها من محل للتاني ومرمطاها وراها، بس محدش كان بيهتم بيها والكل كان مركز مع بطلتنا وعاوزين يشيلوها من على الأرض شيل. وهو ده اللي خلى البنت اتشلت من الغيظ لحد ما بيدخلوا محل من المحلات وبيلاقوا الهانم لينا في وشهم. ولما سألوها انت بتعملي ايه هنا، قالت لهم بصراحة بشتري هدية لشين، اصل عيد ميلاده كمان يومين. وبتبص للوان وبتقول لها اوعي تزعلي مني. قالت لها ابدا، بس ممكن اشوف الهدية الاول. وكانت الهدية عبارة عن جرافطة تحفة لونها بيج. فالبسكوتة حست بالغيرة وقالت لها للاسف معفنة ومش هتمشي مع جوزي، ويلا باي. وبالليل بتلاقيه في وشها وبياخدها بالعربية لحد البيت. ومش عاوزة اقول لكم قد ايه كان بيتغزل فيها وفي جمال عينيها، ده كمان بيشيلها وبيحطها في السرير بنفسه. وقبل ما يطلع بره بيلاقيها بتمسك ايديه وبتقوله انا جبتلك هدية ممكن تشوفها، اعتبرها تعويض مني على كل العذاب اللي عملته فيك الفترة اللي فاتت. وبتلبسه الجرافطة بنفسها وبتسأله هو انت قبلت الهدية بتاعت لينا؟ قال لها لا، قلت لها مراتي مش هتوافق وانا اهم حاجة عندي رضاها. فالبنوتة اتأثرت بكلامه ومن غير ما تحس قربت منه وادت له قبلة الحياة. ولما فاقت لنفسها قالت له يقطعني، انا اسفة ما كنتش اقصد. بس على مين، هو مش بيسيبها وبياخد هو تاني خطوة وبيقضوا ليلة كلها حب وحنان على ريحة نسيم الليل. وفي النهاية البنوتة بتتكسف وبتستخبى منه، فهو قال لها خلاص مفيش داعي للكسوف وبيسيب لها الجرافطة بتاعته القديمة زي ما هي طلبت منه وبيمشي. وبعد ما بيدخل اوضته بيدخل على عمنا شات جي بي تي وبيسأله لما الست تاخد روح المبادرة هل ده يدل على حبها ليه؟ طبعا احنا كلنا عارفين ان المواقع دي اجابتها مش بتبقى محددة، فبالتالي مش بتريحنا. فهو عمل ايه؟ اتصل على صاحبه وحكاله اللي حصل. فالواد قال له ابسط يا ابن المحظوظة، شكلها بدأت تحبك. لكن برضه هو بيبقى عاوز يطمن اكتر، والحاجة الوحيدة اللي هتطمنه هي انها تقوله بحبك يا روحي. المهم اول ما بيطلع الصبح بنشوف بطلتنا في الشركة وهي شغالة عادي زي كل يوم. الغريب انها بتلاقي ميمي جايه بتكلمها بطريقه لطيفه جدا وبتقولها اسكتي، هو انت ما تعرفيش ان النهارده يبقى عيد ميلاد اخويا جنج؟ وبتبقى عاوزاها تروح الحفله دي باي طريقه. في نفس ذات اللحظة جوزها بيبعت لها رسالة وبيعرفها ان امه جات لها صدمة عصبية من كلامها ليها اخر مرة، وبيبقى عاوزها ما تروحش هناك عشان خايف عليها من امه. اما ميمي بتبقى عاوزة تاخدها باي طريقة عشان هي مش حابة اهلها ونوان هي الوحيدة اللي بتديهم فوق دماغهم. المهم بنتنا لما عرفت كده قالت طب والله لما اروح اشوف الحيزبونه حماتي دي عاوزه مني ايه. ما تعرفش ان حماتها في اللحظه دي كانت واقفه بتقول لجوزها انت واقف لوحدك كده ليه؟ حفله عيد الميلاد دي فيها رجال اعمال كتير والمفروض تتعرف عليهم وتعمل علاقات اكتر. قال بالمناسبه هي مراتك فين؟ كويس انك ما جبتهاش معاك، وصحيح انت لازم تطلقها. فسالها طب ليه؟ قالت له هو انت هتناقشني يا ولد؟ قلت لك ما بحبهاش، تطلقها يبقى تطلقها. قال لها مش هطلقها واللي يحصل يحصل بقى. وفجاه بيلاقوا بنتنا داخله عليهم مع جينا، والست لما شافتها جالها العصبي وسالتها انت بتعملي ايه هنا؟ وجودك مش مرحب بيه. ولسه هتنده على الامن يطلعوها بره، راحت نوان بصل لينا كده وقالت لها بصيغه تهديد انت ايه رايك في الموضوع ده، امشي ولا لا؟ طبعا لينا خافت منها احسن تكشف سرها وقالت لهم مش كده يا جماعه، في الاول وفي الاخر هي واحده مننا. ورجعت بصت لها وقالت لها شكرا على الهديه الجميله. كده بقى لينا مفكره ان بنتنا هتستر عليها، ما تعرفش انها هتعك الدنيا فوق دماغها، لكنها فجرت مفاجاه وقالت لها هديه ايه؟ انا ما جبتش هدايا لحد. اه صح، بالمناسبه انتي مش جبتي هديه لجوزي من يومين وهو مرضيش ياخدها منك، خلاص اديها لجنج واعتبروها مني. وبعد ما هزقتهم كلهم كانت لسه بتلف وشها علشان تمشي، فجاه لقيت ابننا بينادي عليها وبيمسك ايديها. ساعتها امه قالت له قدام الكل انت لازم تطلقها دلوقتي حالا. فبطلتنا استغلت الفرصه وقالت انا لازم اخرج من حياته عشان ما دمرهاش اكتر من كده. وعلى طول قالت له انت لازم تسمع كلام امك وتطلقني، لان اهلك مش عاوزيني، يبقى جوازنا كان غلطه من البدايه واحنا لازم نصلح الغلطه دي. وسابته ومشيت وهي بتعيط وبتقوله سامحني يا حبيبي انا عملت كل ده علشانك. وهو بعد ما بيرجع البيت بيلاقيها قاعده لوحدها حزينه. الغريب انه بيقعد جنبها يتكلم معاها عادي جدا ولا كأن في اي حاجه حصلت، لكنها برضه بتفتح معاه موضوع الطلاق تاني وبتقوله انا موافقه اننا نتطلق وادفع لك التعويض اللي انت عاوزه. بس هو ما اتكلمش في النقطه دي خالص وقال لها طب ممكن تحتفلي معايا النهارده بعيد ميلادي وبعدين نشوف الموضوع ده.
فهي اتصدمت وسألته يعني ايه عيد ميلادك؟ مش عيد ميلادك ده كان من يومين؟ قال لها ايوه. فالبنت سكتت وفي نفس الوقت استغربت ازاي امه اتجاهلت عيد ميلاده مع انها اهتمت بعيد ميلاد ابنها التاني جامد جدا. ومن هنا بقى عرفت ان ابننا محدش مهتم بيه في العيله ولا شايفينه خالص، وهو ده السبب اللي خلاها زعلت واتأثرت علشانه. فقالت له ثانيه واحده ودخلت عملت له اكله سريعه وحطت له فيها شمع عشان يحتفلوا سوا. في اللحظه دي لينا بتبعت له رساله وبتعتذر منه عشان عملت له مشكله النهارده، فرد عليها بولا يهمك بس كده وقفل الرساله عشان ياخد الصدمه اللي اكبر. وبيلاقي حبيبته بتقوله احنا لازم نتطلق بكره، واول ما يطلع الصبح هروح اشتري لك تورتايه وهعمل لك عيد ميلاد حلو قوي وبعدين هنروح سوا المكتب وننفصل. ويروح قلبي عليه اول ما سمع الكلام ده ما قدرش يكمل اكل وسالها سؤال تاني متاكده ان ده قرارك النهائي؟ قالت له ايوه، وبتهرب من قدامه بسرعه علشان ما يشوفش دموعها. وبصراحة عيطت كتير جدا لأنه طيب وحنين بزيادة، وشايفة ان وجودها معاه كده استغلال منها. واول ما طلع الصبح بسرعة راحت وجابت التورتاية، وبعد ما رجعت بدأت تحضر له الاكل بنفسها. وساعتها لقت الشغالة بتقولها وهي فرحانة اول مرة حد يهتم بالبيه ويحتفل بعيد ميلاده. واخر اليوم بيرجع الوسيم من بره وهو حزين ومش قادر يمشي حتى، وبيقعد ياكل معاها. اما هي فبتحاول تضحك وتداري دموعها على قد ما تقدر. في اللحظة دي بتسأله هو انت حزين ليه؟ قالها لاني حاسس بحزن كبير في قلبي، وفكرة انك هتبعدي عني بتحسسني بوحدة كبيرة. فهي قامت وقربت منه وقالت له الحزن ده شيء طبيعي، لان كلنا بنتعود بسرعة على وجود الناس في حياتنا، وبعد ما بيمشوا بنحس بوحدة ومع الوقت بنتعود. فاكيد انت كمان هتاخد شوية وقت وبعدين هتتعود على عدم وجودي. وبتحاول بسرعة تغير الموضوع وبتقوله تعرف ان انا اول مرة اطبخ النهاردة، ده انا حتى ما عملتهاش لاهلي قبل كده. فسألها طب وليه الاهتمام ده كله؟ يروح قلبي عليه استنى منها كلمة واحدة، فقربت منه اكتر وبمنتهى الحب مسكت خدوده وبصت في عيونه وقالت له عشان انت كنت حنين معايا دايما وما شفتش منك اي حاجة وحشة، ودي اقل طريقة اشكرك عليها. وبيفضلوا الاتنين يعيطوا ومش بياكلوا خالص لانها بتوجع قلبه اكتر. وبتقوله اجمل حاجة ان احنا اتطلقنا بطريقة ودية من غير لا كره ولا زعل، عشان في المستقبل لما نتقابل صدفة نسلم على بعض عادي. واكيد مع الوقت هتقابل واحدة احسن مني بكتير تحبها وتحبك وتخلف منها اولاد يمنوا عليك البيت. وبيحضنوا بعض تقريبا كده كان حضن الوداع. وفي اليوم اللي بعده البنت لما بتصحى من النوم بتلاقيه سايب لها ورقة الطلاق بعد ما وقع عليها، ومعاها رسالة بيقولها فيها كلام حلو كتير قد ايه هو اتعود على وجودها وحبها وانها انسانة لطيفة وكلام من ده كتير. فالبنت عيطت بالدموع وقلعت الخاتم ومشيت على بيت اهلها بشنطة هدومها وعرفتهم انها خلاص اتطلقت. وبالليل بقى بتلاقي عم شين جاي بيقولها انا كنت موجود في الحفلة وشفت الفضيحة اللي حصلت والخناقة اللي قامت ما بينكم، كل حاجة متسجلة هنا على الفلاشة دي، خديها وشهري بيها العيلة كلها واعملي لهم فضيحة على السوشيال ميديا وفي المقابل هدفعلك اللي انت عاوزاه. فهي فهمت على طول وقالت له يا عفريت انت بتعمل كل ده علشان شركتهم تخسر وانت تاخد الصفقات الجديدة وتلعب بالفلوس لعب. قال لها برافو عليكي هو كده، ها قلت ايه؟ قالت له موافقة واخدت منه الفلاشة وعلى طول اتصلت بابننا وقالت له الحق عمك ناوي يعمل فيكم بلاوي سودا بالفيديوهات اللي على الفلاشة. وتاني يوم بقى بتروح هي وزميلها المصور يصوروا التصوير مع جينا اللي بتتضايق جدا لما بتشوف بطلتنا مع واحد تاني غير اخوها، وعلى طول بتصورهم من غير ما هما ياخدوا بالهم وبتبعت الصور لابننا اللي اول ما بيشوفها بيتجنن وبيرد على اخته برسالة وبيقولها تعزمهم هما الاتنين على العشاء. وهو ده السبب اللي خلى جينا قالت لهم ان انا تعبانة ومش قادرة اصور ومحتاجة اكل بصراحة، وبتعزمهم فعلا على اكلة سمك. ولما وصلوا هناك بيتفاجئوا ان ابننا البطل مستنيهم. طبعا نوين بتتفاجئ بس بتحاول تتعامل عادي. المصيبة بقى ان زميلها بيكلمها كده في ودنها والاتنين بيقعدوا يضحكوا، بس الكلام ده مش بيمشي مع شين اللي بيتعصب وبيخبط بايديه على الترابيزة وبيسألهم انتوا اصدقاء من امتى؟ فكذبوا عليه وقالوا له يعني من فترة قصيرة. وفضلت القعدة كلها توتر بالشكل ده لحد ما مشيوا. وهو بعد ما بيرجع البيت بيلاقي امه بتتصل عليه وبتقوله انا عرفت انك اخيرا طلقت العقربة مراتك وبصراحة انا فرحانة عشانك جدا. عموما ما تزعلش نفسك انا من بكرة هجيب لك ست ستها بنات عائلات محترمات تختار منهم اللي تعجبك. فقال لها مفيش داعي تتعبي نفسك انا مش هتجوز تاني، وبيقفل السكة في وشها. وبعدين بيتصل على بنتنا وبيقول لها واحنا ممكن نتقابل ونتعشى سوا بكره. اي نعم هي في البدايه بتحاول تتكلم معاه ببرود وتحسسه ان هي نسيته عشان هو كمان يكمل حياته، بس هو لما طلب منها الطلب ده ما قدرتش ترد وسكتت شويه وبعدين قالت له موافقه. ولما بيجي بكره وبعد ما بتركب معاه العربيه بتحس انه مرهق كده ودبلان
فبتسأله مالك تعبان ولا ايه؟ فلا ابدا ضغط شغل بس، لكنها لما بتقاس له درجة الحرارة بتلاقيه سخن ومولع نار. فقالت له انت ازاي عملت في نفسك كده وصحتك بالشكل ده؟ اطلع بينا يا عم عبده على المستشفى. فقال لها مش هينفع، انا حاجز المطعم كله لينا النهارده، خلينا نتعشى وبعدين نروح المستشفى. بس هي مش بتوافق على كلامه وقالت له هنروح المستشفى يعني هنروح. وفعلا نفذت اللي في دماغها وراحوا هما الاتنين. وهناك بيجي لها رساله فبتقوله معلش انا لازم امشي. قال لها براحتك انا مش عاوزه اتعبك بس احنا لازم نتعشى سوا. وهي بعد ما بتسيبه وبتنزل بتقابل المساعد بتاعه وبيكون جايب له الاكل، فبتاخده منه وبتبص عليه فبتلاقيه نودلز ومفيهاش اي بروتين. فاستغربت وسألت المساعد انت ازاي بتجيب له الاكلات دي؟ المفروض تخلي بالك من صحته شويه. قال لها بصراحه هو مش بيخلي اي حد فينا يتدخل في حياته الخاصه وبينفذ اللي هو بيطلبه وبس، وهو ده السبب اللي بيخلي بطلتنا مش بتقدر تسيبه لوحده وبترجع له تاني. وطبعا هو لما شافها كان فرحان جدا، دي كمان جابت له اكل معاها وفضلت تأكله بإيديها. وبعدين بتشغل فيلم على التلفزيون وبيقعدوا يتفرجوا عليه هما الاتنين سوا لحد ما بتنام على كتفه وهو ما بيصدق وبيمسك ايديها. وعلى الجانب التاني كان في طفل صغنن قاعد بيراقبهم، وبعد ما خلصوا كانوا لسه هيمشوا ساعتها الطفل طلع يجري وراها وقال لها انا هاخد حبايه بونبوني من اللي انت كنت بتديها للراجل اللي معاكي مقابل اني هقولك سر كبير. فقالت له اذا كان كده ماشي، ايه هو السر بقى؟ قال لها واضح ان عمو معجب بيكي وبيحبك لانك وانت نايمه مسك ايديكي، وقبل ما تيجي كان عاوز يهرب عشان ما ياخدش العلاج ده، لازم تأدبيه. قالت له حاضر انا هعاقبه لانه كبر على الحاجات دي. وهم مروحين بسلامتها بتسأله عن امه، فقال لها عاوزه اتجوزني وجايبالي عروسه. في الاول بطلتنا بتحس بالغيره لكنها بتحاول تداري وبتقوله فيها ايه يعني، ما هو انت لازم تكمل حياتك. طب ووافقت على العروسه ولا لا؟ قال لها لا رفضتها بسببك لاني بحبك ومش قادره اشوف واحده تانية غيرك. لكنه رد عليها وقال لها مش هتجوز، حتى لو انت مش هتتجوزيني هفضل سنجل زي ما انا، على الاقل هيبقى في ما بيننا صداقه وهعرف اتكلم معاكي واقابلك. لكن لو ارتبطت بواحدة تانية كل اللي ما بينا هينتهي وانتي هتبعدي عني على قد ما تقدري، يعني من الاخر مش هيأس وهفضل مستنيكي. وطبعا الكلام ده يوجع قلب اي حد، وعشان كده البنت قلبها وجعها وفضلت تعيط بالدموع لانها مش مصدقه انه بيحبها للدرجه دي. وبعد ما رجعت البيت لقيت اخوها نايم على الكنبه. في البداية اتخضت، اصله قام كده فجأة زي السيد قشطة وهو خارج من البحر. واول ما بيطلع الصبح بتروح تقابل جينا وبتحكي لها كل اللي حصل من اول ما خدته للمستشفى لحد ما فضلت جنبه ووصلها. حتى الكلام اللي دار ما بينهم قالته لها برضه. في اللحظة دي ميمي بتبعت لها رسالة وبتعرفها انهم غيروا الموقع التصوير والسيشن وهيبقى في بيت العيلة. طبعا هي بتبقى خايفة على الشغل وعشان كده بتروح وهي لابسة ماسك عشان تتلاشى العقربة وما يحصلش بينهم خناقة زي كل مرة والشغل يبوظ. واول ما بتدخل بتلاقي كل الموظفات البنات مطلعين صورهم هي والوسيم وبيتكلموا عليهم. في اللحظة دي بيوصل ابننا وبيعرفها على طول. اي نعم هي في البداية بتحاول تهرب منه بس مش بتعرف لانه بيوقفها وبيقولها ما تخافيش امي هتدخل من الجنب التاني ومش هتيجي الناحية دي خالص. وعلى فكرة وانا معدي من جنب المخبز اشتريت لك المخبوزات اللي انت بتحبيها. وقبل ما يمشي هي اللي قالت له استنى هو انت فاضي النهارده عشان عاوزة اقابلك ونتكلم شوية. طبعا هو فرح وما كانش مصدق نفسه لانه متوقع ان هي هتعترف له بحبها. وبعد ما بيمشي بيجي زميلها في الشغل وبيسألها تفتكري مرات شين الأولانية كانت عايشة معاه ازاي وهو إنسان بارد بالشكل ده؟ فقالت له على فكرة أنا كنت مراته اللي انت بتتكلم عنها دي. والولد من الصدمة كان هيغمى عليه. وبالليل لما بيتقابلوا هما الاتنين بيسألها انت عاوزة تتكلمي معايا في ايه؟ قالت له كنت عاوزة افهم منك يعني ايه الكلام اللي انت قلته امبارح، ازاي مش هتتجوز تاني؟ قال لها ابدا كل اللي انا كنت اقصده هو اننا نقرب من بعض شوية ونبقى اصدقاء يعني لحد ما اشوف مشاعري من ناحيتك هتتحول ولا لا، لاني خايف ارتبط بواحدة تانية واظلمها معايا وفي نفس الوقت ممكن تكون مشاعري ناحيتك مجرد تعود او صداقة. هنا بقى هي اتضايقت لانها حست ان الكلام ده مش نفس الكلام اللي هي سمعته امبارح. فقالت له معلش انا عندي شغل كتير ومحتاجه امشي. لكنه مسك ايديها وقال لها عارف ان كلامي زعلك بس انا بقولك ان عاوز اكون اكتر من صديق حبيب يعني. فسألته تاني يعني ايه؟ قال لها يعني بحبك انتي، ايه رأيك في الكلام ده؟ لكنها اتعصبت عليه وقالت له احنا ما ينفعش نكون مع بعض لاننا خلاص اتطلقنا، ازاي هنتجوز تاني؟ نصيحة مني انساني وبلاش تدمر عيلتك وحاول تدور على واحدة تحبك غيري. وقبل ما تمشي قال لها طب ايه رايك لو اديتك نص الاسهم بتاعت عيله شين؟ وعلى فكره انا ما بقاش الوارث الشرعي للعيله، انا مجرد وكيل، والدي عامل لي توكيل ان ادي للشركات بالنيابه عنه، يعني لو هو في اي وقت حب يوقف التوكيل ويسحب فلوسه مني هيقدر يعمل كده عادي، ولو انت خايفه من عيلتي انا اقدر ادمرهم. طبعا هي بتتعصب من حبها ليه
ومبتبقاش عاوزاه يبقى شرير بالشكل ده ويكمل حياته. بس رد فعله كان مختلف وفاجئها وفاجئنا كلنا. المهم انها في الاخر بتقوله خلاص انا موافقه نكون اصدقاء، بس ما تطلبش مني اننا نرتبط دلوقتي لاني محتاجه شويه وقت. قال لها وانا هستناكي، وبرضه بيعيش معاها الحب تاني. والبنت في البدايه بتضعف، بس لما بتفوق بتهرب بسرعه من قدامه. وبعد ما بترجع البيت بتلاقي امها بتقولها انا جايبه لاخوكي عروسه، وهو مش عاوز يقابلها غير لما انت كمان تروحي موعد غرامي زيه. قالت لها طب وانا مالي يا ماما، انا لسه خارجه من علاقه، ارتبط ازاي تاني بس؟ ردت عليها معلش يا حبيبتي تعالي على نفسك عشان خاطر اخوكي. فهي بتوافق وبتروح تقابل العريس اللي بيبقى اسمه جون. ولسه يدوب بيسلموا على بعض فجأة ظهرت الويتر وكبت على جون الويسكي. فالكتكوتة بتاعتنا اعتذرت منه وراحت تشتري له بدلة بنفسها. وابننا طبعا من الغيرة خلى صاحبه يجيب جون لحد عنده وطفى السيجارة بتاعته في البدلة عشان ما يعرفش يلبسها تاني، وحذره لو قرب من حبيبته تاني اعمل حسابك انك دخلت معايا في عداوة وانا وقتها مش هرحمك. وبيفضل يراقبها لحد ما بيشوفها وهي مع اخوها اللي اخيرا رايح يقابل العروسة. وهناك بقى بيخطفها وبياخدها على البيت. وفي البداية هي بتقوله انا عاوزة اقولك على سر، والسر ده هو اللي خلاني ابعد عنك، وهو اني حلمت حلم وحش، والحلم هو اني لو فضلت معاك هتخسر كل فلوسك، وشفت اهلك بيطردوك من البيت وبموت انا وانت في الشارع، وعشان كده خفت عليك واتطلقت منك. هنا بقى بتظهر في عينيه نظرة غريبة وهو بيقولها ما تخافيش محدش يقدر يعملك حاجة طول ما انا موجود. وبعد كده بيكون في مزاد على صفقة جديدة، وامه وابوه بيطلبوا منه ما يروحش المزاد ده ويدي فرصة لاخوه يتعلم الشغل. فهو وافق وقال لهم زي ما تحبوا، وخرج على جنب عمل مكالمة وقال للشخص ده انا عاوز اخويا يخسر الصفقة دي والشركة تقع وتفلس. وفعلا حصل. وطبعا بعد اللي حصل ده الاب بيجيبه ويفضل يزعقله. فهو بيقوله طب وانا مالي، مش ابنك النانوس هو اللي راح، انا ذنبي ايه؟ فامه هي اللي ردت عليه وقالت له اكيد انت السبب في الخسارة دي وعملت كده عشان تنتقم مننا لاننا جبنا جانجي ينزل الشركة مكانك. المهم ان الام اللي دايما متحيزة لجانجي بتفجر المفاجأة وبتقوله طب على فكرة انت مش ابني، انت ابن عشيقة ابوك يعني ولد غير شرعي، وجابك ليا وانا قررت اربيك لله. الغريب ان هو متأثرش وشكله كده كان عارف الموضوع، وقال لهم خلاص بما اني غير شرعي يبقى انا هنسحب من العيلة ومش عاوز منكم اي حاجة. وهما ما كانوش متوقعين رد فعله لان من غيره الشركة هتقع اكتر ما هي واقعة، لان ابنهم الفاشل التاني مش عارف حاجة في اي حاجة. ومن هنا بقى الاخبار بتبدأ تتكلم على المليونير اللي انسحب من عيلة شين. وبطلتنا لما بتعرف اللي حصل بتطلع تجري عليه وبتحضنه وهي بتعيط. فالبطل استغل الفرصة وقالها ما تخافيش انا دلوقتي مش على الحديدة قوي، يعني مش انت لما اتطلقتي انا دفعتلك 200 مليون، دلوقتي موافق ان احنا نتجوز وانت تساعديني بالفلوس دي؟ قالت له موافقة. وفعلا اتجوزوا بعد يومين بالظبط. والوسيم ما صدق اخدها على البيت وعاشوا الحب طوالي. في اللحظة دي بتكتشف ان هو لسه محتفظ بالخاتم بتاعها، وكمان بيجيب لها عقد تنازل عن كل فلوسه وممتلكاته وبيقول لها يا ريت تمضي عليها. واحب اقولك ان العقد ده بيضمن حقك، ولو في يوم من الايام انفصلنا انت هتاخدي كل فلوسي بشكل قانوني. وبيعرفها كمان ان هو عنده شغل وفلوس كتير وده من تعبه ومجهوده طول السنين اللي فاتت في شركة ابوها. هي في البداية بصراحة ما كانتش عاوزة تمضي، بس هو لما ضغط عليها مضت على طول. ويا دوب فات يومين وجت مرات ابوه تستعطفه ويرجع الشركة تاني لانها بدأت تخسر، بس هو مرضيش. المصيبة ان بطلتنا بتلاقي ملف سري عنها وسط الكتب، وبتكتشف ان الوسيم كان بيجمع عنها معلومات وبيقرب منها لانه لما يتجوزها هيقدر ينتقم من عيلته. يعني ما كانش بيحبها زي ما كان بيعيط ومفهمها. ولما رجع وشاف الملف انهار وفضل يعيط وقال لها صدقيني انا فعلا قربت منك عشان استغلك، بس لما شفتك بتدافعي عني وبتقفي في وش عيلتي وبتهتمي بيا وباكلي وبصحتي حبيتك، يا ريت تديني فرصة تانية. فهي بقى الحمد لله بتوافق وبتسامحه كمان وبيعيشوا حياة جميلة مستقرة. ده كمان بيقرب منها هي وعيلتها وبيخلفوا عيلين حلوين. وبس كده توتة توتة خلصت الحدوتة. يا رب تكون عجبتكم، بس ما تنسوناش باللايك بتاعكم الحلو وتصلوا على النبي وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. كمان تشتركوا في قنواتنا التانية هتلاقوا الروابط بتاعتها موجودة في صندوق الوصف. اشوفكم في ملخص جديد ان شاء الله. سلام الله.